ناد عملاق يقدم عرضا كبيرا للتعاقد مع المغربي أشرف حكيمي. يوسف المختار يزف الخبر السار بخصوص المهاجم أمين عدلي والمنتخب الوطني المغربي. والآن إلى التفاصيل. نرحب بكم أعزائنا المشاهدين. نحن سعداء بمشاهدتكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، وهذه الأبرز عنوانها. نود أن نطلب منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا للاطلاع على كل جديد. ناد عملاق يقدم عرضا كبيرا للتعاقد مع المغربي أشرف حكيمي. انضم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى سباق التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي. ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، يريد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الحفاظ على قوة الفريق من خلال إبرام صفقة جديدة بالتزامن مع الرحيل المحتمل للثنائي كايل ووركر وجواو كانسيلو. وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقارير لها إلى أن مانشستر سيتي مستعد لدفع مقابل كبير لإقناع PSG بالتخلي عن حكيمي هذا الصيف. ويرتبط الظهير المغربي بعقد مع حديقة الأمراء حتى صيف 2026. وأوضحت الصحيفة أن الموسم الأخير المليء بالنجاحات سيجعل من الصعب أن يرفض أشرف حكيمي فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي بعد الثلاثية التاريخية. يذكر أن بعض التقارير زعمت أن أشرف حكيمي يحلم أيضا بالعودة إلى ريال مدريد في الموسم الجديد، خصوصا بعد المزاعم التي أشارت إلى أن PSG فتح الباب أمام إمكانية الاستغناء عن النجم المغربي. أن مهاجم باير ليفركوزن الألماني أمين عدلي سيلعب مع المنتخب الوطني المغربي في الفترة المقبلة. وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن أمين عدلي لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني قد حسم قرارها بخصوص المنتخب الذي سيقوم بتمثيله، مؤكدة أنه اختار الدفاع عن قميص المغرب. وأوردت فوت ميركاتو الفرنسية نقلا عن بيلد الألمانية أن عدلي صاحب 23 عاما سينضم إلى المنتخب المغربي في شتنبر القادم استعدادا لكأس إفريقيا 2024. عدلي قال لصحيفة بيلد أنه سيصرح بقراره في وقتها. من جهته أوضح سيمون رولف المدير الرياضي لباير ليفركوزن أنه لم يؤثر على قرار لاعبه، وقال: كنادي نبقى خارج هذا الاختيار، إنه دائما اختيار حر ومسألة خاصة باللاعب.